هي لحظة فارقة، لحظة تاريخية في تاريخ الناديين، النادي الأهلي ونادي الزمالك، ما بين محو الماضي بسلبياته وصفحة بيضاء حمراء في تاريخ القلعة الحمراء والقلعة البيضاء. رد فعل مرتضى منصور بعد شتم عضويته منذ قليل، ومت عقبة تنتظر الزيارة التاريخية بعد مرور 15 عام. الخطيب في 100 عقبة. موقف كهربا ومودست من السفر لغانا يحسمه كولر. ابرز عناويننا الاول هنوضحها لحضراتكم، بس نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولاول مره حضراتكم تتابعونا، اتمنى من كل قلبي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط لايك عشان يوصل كل جديد. النهارده يا جماعه الناس صاحيه على ابرز خبرين. ابرز خبرين: شطب عضويه مرتضى منصور واستقبال حسين لبيب للخطيب. اما عن مودست وكهربا فالاهلي دائما بيهم من غيرهم، الاهلي بمن حضر. النهارده كل الورود وكل يعني اجمل باقات التهاني يعني بتزين القلعه البيضاء. ليه؟ هقول لك ليه. مجلس اداره الزمالك الحالي بيمحو ما سبق في الزمالك من مساوئ، مشاكل، خلافات، صراعات كان ابرزها مع الكابتن محمود الخطيب شخصيا. ولذلك بقول لك اتمحى اسم مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك، ورد فعله يعني كالعاده. الناس عارفه ان الكابتن الناس عارفه ان مرتضى منصور، انا اسف في اللفظ، يعني ايه بق يعني ايه. هعرفك حجمك يا لبيب، انت مين يا لبيب، ومش عارف الطعن اللي هيقدم والكلام ده كله. تقديم طعن على شطب العضويه، ده رد فعل مرتضى منصور. مرتضى منصور اكيد هيبدا يطلع تصريحاته اللي هتشغل مجلس اداره الزمالك عن زياره محمود الخطيب، ولكن الزمالك اتعلم من الدرس، ويبدو ان مجلس اداره الزمالك بجد ويفتح صفحه جديده. واحنا كجماهير الاهلي والزمالك بنقول يا 300 مرحبا. ليه بقى؟ عايزين الرياضه الحقيقيه، الرياضه اللي بجد. عايزين دائما وابدا تجمعنا الروح الرياضيه. عايزين دائما وابدا التنافس الشريف في الملعب وفي مدرجات. والله اوروبا عمرها ما كانت احسن منا اصلا، ده احنا اللي صدرنا ده منذ الثمانينات والسبعينات لحد يعني اواخر التسعينات. فاكرين ايام لقاءات القمه ما كان يعني البالونات الحمراء والبالونات البيضاء وبيعلو كلاهما تسبق الاخرى في سماء مصر؟ فاكرين؟ مش جديده على مصر، ولكن كانت هناك فتره يعني مظلمه، وباذن الله الواحد الاحد ومشيئته قدر ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منهم. فشطب عضوية مرتضى منصور هي بمثابة انتصار لمجلس مجلس حسين لبيب، وردود أفعال الزمالك كجماهير مرحبين بهذا القرار. أما عن الكابتن محمود الخطيب فالساعات الحالية وفد رفيع المستوى بيرأسه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب في زيارة لنادي الزمالك يعني قلوب صافية وبيضاء عشان خاطر تسطير علاقات جديدة بين الناديين وحل جميع الأزمات، أبرزها أزمة كهربا، وحل المشكلة بكل ود وحب وسلام بين الفريقين. أما عن أزمة مودست وكهربا والسفر لغانا، عايز أقول لك بلاش تعملوا من اللا شيء شيء. يعني ايه؟ يعني هناك صفحات وقنوات طالعه تعمل ازمه، كهربا مش عايز يسافر ومعرفش ايه وغضب وبتاع مفيش. كل اللي فيها فرح اخته، فرح اخته. فالراجل بكل ادب وحب بيستأذن مجلس الاداره وبيستأذن كولر
انه يحضر فرح اخته. تمام، لسه كولر هيحسم، هيشوف جاهزيه وسام ابو علي، هيشوف الدنيا فيها ايه، وكمان مونست فيه ظروف خاصه عايز يسافر اضطراري اضطراري وليس هروب كما يقول البعض. فاتقوا الله في تصريحاتكم، وان شاء الله الاهلي من حضر باذن الله نفوز ونامن الصداره بتاعتنا في مجموعتنا، وان شاء الله تكون زياره تاريخيه للنادي الاهلي بتنهي جميع الخلافات، وان شاء الله يكون مرتضى منصور بمجلس ادارته السابق الى حيث استقروا وينشغلوا بانفسهم. بشكركم جدا، انتظرونا دايما ابدا على الكباتن. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.